السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه الفقرة اللي غنتكلموا فيها إن شاء الله تعالى على حظوظ الدولتين المغرب والجزائر في يعني تنظيم كأس أفريقيا 2025. من هو الأكثر أو الأوفر حظًا للفوز بتنظيم هذه المسابقة؟ إن شاء الله تعالى. قبل ما نبدأ في الموضوع، إذا سمحتم من فضلكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو، وأيضا متابعة صفحتنا على الفيسبوك صفحة أحمد أفلال، والإعجاب بالفيديو ومنشور يعني انتشار الفيديو. قلنا مشاهدينا الكرام، نهضروا على من هو الأوفر حظا للفوز بتنظيم مسابقات كأس إفريقيا 2025. هل الجزائر أم المغرب؟ هناك نقط عدة تطرح في هذا السياق، وهناك يعني الكثير من يعني الحظوظ بالنسبة للدولتين. على المستوى البنية التحتية هناك يعني تساوي بالنسبة للجزائر ولا المغرب. ربما المغرب بالنسبة للبنية التحتية هو أكثر جاهزية وأكثر تهيئة على حساب الجزائر، لكن الجزائر لا تنسى أن الجزائر لديها ملاعب يعني عملاقة، ملاعب مغطاة، أيضا أو بنية تحتية أيضا لا يستهان بها صراحة. غتكون واحد المنافسة قوية على سباق تنظيم هذا العرس الكروي 2000 كأس إفريقيا 2025. نبدأ أولا بالمقارنة بين ملاعب الجامعة الملكية لكرة القدم وملاعب الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كاين صراحة، نبدأ بالجزائر. الجزائر أبانت في الشان 2023 أنها لا يستهان بها صراحة من حيث البنية التحتية ومن حيث هيكلة الملاعب، يعني حتى الملاعب يعني راقية صراحة، حتى نكونوا منصفين يعني واخا حنا مغاربة ولا هذه خصنا نقولوا الحقيقة اللي كاينة. الجزائر لا يستهان بها من حيث البنية التحتية ومن حيث أيضا هيكلة الملاعب. نقدروا نقولوا أن المغرب لا تمتلك ملاعب مغطاة باش نكونوا واضحين في المسألة هذه، لأن غتكون منافسة شرسة. المغرب كتمتاز على الجزائر في شي أمور، يعني من حيث البنية التحتية مثلا الطرق داك الشيء أكثر تهيئة من الجزائر. لكن الجزائر خدمت على الشأن الرياضي أكثر من البنية التحتية، خدمت على الملاعب، يعني عملات ملاعب مثلا مغطاة، يعني عطات يعني واحد الجمالية المحيطة بالملاعب، خدمت على المسائل هذه. لا ننسى أيضا المغرب هي عندها ملاعب الآن في طور الإنجاز، مثل ملعب اتحاد طنجة هو الآن في طور الإنجاز، وسيكون ملعب يعني محاط بشبكة، يعني مثل ملعب سانتياغو برنابيو، يكون عنده واحد الواجهة جميلة جدا، وهذا ما سيعطي واحد الجمالية لهذا الملعب. الملعب الذي سيستضيف مباريات كأس العالم للأندية هو ملعب اتحاد طنجة، وملعب أيضا مولاي عبد الله بالرباط، وملعب الدار البيضاء محمد الخامس. ويعني حتى المغرب لديها ما تقول، يعني عندها ملاعب جيدة، بنية تحتية جيدة. ولكن هناك الاتحاد الافريقي كيفكر في واحد المساله اللي هي مساله مهمه بالنسبه للاتحاد الافريقي، يفكر فيها هي دابا هو في طأطأة من الراس، او في يعني حاله يعني يرتلها، كيقول لمن غيعطيك كاس افريقيا، واش المغرب ولا الجزائر؟ في ظل الخلاف القائم بين الدولتين، وفي ظل ما شاهدنا في الأحداث الأخيرة أن الجزائر يعني منعت على المغرب الحضور في هذه التظاهرة بسبب حظر الطيران المغربي أنه يدخل الأجواء ويتنقل مباشرة من المغرب إلى الجزائر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كيراعي هذه المسألة وبشدة، يعني كيشوف على أن إذا حتى أعطى كأس إفريقيا للجزائر، ربما المغرب لن يكون من المشاركين في هذه التظاهرة، لأن الجزائر لن تسمح يعني الرحلة المباشرة من المغرب إلى الرباط، من المغرب عفوا إلى القسطنطينية أو إلى الجزائر عامة، والعكس صحيح. ولكن العكس صحيح، لا أعتقد أن العكس صحيح سيكون، بل سيكون غير صحيح. العكس، أن المغرب ربما قد تسمح للجزائر بالرحلة المباشرة، لأن هذا ما يعني أبان عليه المغرب في كثير من المرات. يعني ربما سيكون شرط أساسي من شروط الاتحاد
إفريقي لكرة القدم هو يعني يكون هذا الشرط هذا يكون على الدولتين معا، غيكون من ضمنه أنه يسمحوا بالرحلات المباشرة، إما من الجزائر للمغرب ولا من المغرب للجزائر. يعني هذا الشرط أساسي سيكون الاتحاد الجزائري خصهم يراعيوه. إلا ما عملوش بهذا الشرط هذا الدولتين، ربما ما غيعطيش لا الجزائر ولا المغرب وغيتنظموا دولة أخرى. هذا ما يعني سيؤثر سلبا على يعني الاتحاد المغاربي لكرة القدم بالأخص في شمال إفريقيا. احنا كنطمحوا إن شاء الله تعالى، يكون واحد الحل سلس بين الجارتين، يكون ربما يسمح بالتنقلات المباشرة، لأن الرياضة هي كتبقى رياضة، ما خصناش ندخلوها في السياسة. وهذا هي يعني المغرب ربما هي في هذه النقطة متفوقة على الجزائر، من حيث أن المغرب يعني بلد يدعو للسلم والسلام والأمن والأمان. يعني ربما يقول لم يسمح للطيران الجزائري بالرحلات المباشرة، يعني عاد جاي طيارة لعب الكرة، ما عاد جا طيارة النووي ولا حتى حاجة، ماشي مشكل. أنا نأكد من النقطة هذه، ربما المغرب غيسمح للطيران الجزائري يعني باش يجي التنقل مباشرة، لأن المغرب اش غنقول لك بلد الخير، بلد الكرم، يعني الناس كتحشم والناس هذه. بخلاف حنا ما كنقولش الشعب، انا كنهضرش على الشعب الجزائري، كنهضر على المسؤولين الجزائريين. هاد النقطة هادي هما مبغاوش يتفاهموا فيها، وهذا اللي غيفقد لهم الحظوظ ديالهم في تنظيم مسابقة كأس أفريقيا 2025. بالعكس المغرب ربما هي اللي غتفوز بها، لأن المغرب أنا كما قلت المغرب هو يعني بلد السلم والسلام، ويدعي إلى التعايش، يدعي إلى التعايش يعني بين البلدان، وكيدعي للسلم. ضروري غادي تكون يعني ربما الاتحاد الإفريقي سيمنح هذا شرف تنظيم هذه المسابقة للمنتخب الوطني المغربي. واخا ربما البنية التحتية بالنسبة للبلدين هي بنية تحتية لا بأس بها بالنسبة للمغرب ولا الجزائر، لكن تبقى نقطة واحدة اللي مهمة، هي نقطة السلم والسلام والتعايش. هل سيسمح للدولتين بالتبادل الرحلات المباشرة أم لا، أثناء فقط الشأن الرياضي؟ أما بالنسبة للشؤون السياسية ذلك يبقى أمرهم. أما الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيفرض على الدولتين كما قلنا، هو من أهم الشروط ديالو سيكون هو يعني قبول شرط الرحلات المباشرة بين الدولتين. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، متابعينا قناتي أحمد أفيل على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك صفحة أحمد أفيل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة المنشور على أوسع نطاق. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.